الخباب بن الأرض هو صحابي من السابقين للإسلام، وأسلم قبل أن يدخل رسول الله دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وعذب تعذيبا شديدا، وسوف نتحدث عن تفاصيل حياته في الحلقة. ولد الخباب في مدينة نجد، وكان في عصر الجاهلية منتشر موضوع السبا يعني العبيد، فبيع الخباب وهو صغير في مكة، واشترته أم أنمار الخزاعية التي جعلته يتعلم صناعة السيوف على يد أحد الحدادين في مكة، فأتقن الخباب بصناعة السيوف. فلما رأته أم أنمار كذلك فتحت له دكانا لكي يمارس مهنته فيها، وفي وقت قليل اشتهر الخباب بهذه الصناعة. الناس بدأت تقبل عليه عشان تشتري منه السيوف، وده كان عشان هو مشهور بالصدق والأمانة وإتقان الصنعة. والخباب كان بيفكر برضك في المجتمع الجاهلي اللي هو عايش فيه، وبيتمنى أن يحل النور على هذا المجتمع المظلم. ومرش وقت طويل وسمع عن دعوة سيدنا محمد للإسلام، فذهب إليه ودخل في الإسلام وأسلم قبل أن يدخل سيدنا محمد دار الأرقم. والخباب كان من المستضعفين الذين عزلوا مكة ليرجع عن دينه، فكانوا بيسلكوه في النار وبعدين بيحطوه في الأرض، ورجل كان بيضع رجله على صدره، فكان كمية العذاب اللي كان بيتعرض لها قاسية جدا. كمان كانت أم أنمار بتاخد الحديدة الحامية وتحطها على راسه، ولكن الخباب لم يستسلم أبدا، وكان سيدنا محمد يألفه ويتجالس معه. فالخباب شكى لسيدنا محمد ما يحدث معه، فقال له سيدنا محمد: اللهم انصر خبابا. وبعديها أم أنمار كانت بتشتكي من رأسها، وكانت تعوي كالكلاب، وقيل لها إن علاجها أن تكوي رأسها. وكان خباب نفسه هو اللي كان بيأخذ الحديدة الحامية فيكوي بها رأسها، سبحان الله. فطبعا اللي كان بيتعمل فيه اتعمل فيها. هي دي الدعوة، نصرة الدعوة يا جماعة. وبعد العذاب ده هاجر خباب مع المقداد بن عمرو إلى يثرب المدينة المنورة يعني، وشهد مع النبي كل الغزوات، وأصبح الخباب غنيا الفترة الأخيرة من حياته بعد فقره، وكان عنده كتير من الذهب والفضة ومال كتير جدا، وكان بيتصرف في ماله على وجه لا يخطر ببال أحد. فكان يضع دراهمه ودنانيره في بيته، في مكان في بيته، والمكان ده كان ذو الحاجات من الفقراء والمساكين بيعرفوه، فإذا احتاجوا المال يأتوا لداره ويأخذوا منه ما يشاءون دون سؤال أو استئذان. ومع ذلك الخباب كان بيخاف على هذا المال أو أن يعذب بسببه. ومن مواقف الخباب مع سيدنا محمد أو في غزوة بدر كان بيراقب رسول الله الليلة كلها حتى الفجر. لما سلم رسول الله من صلاته جاءه خباب فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال رسول الله: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، سألت ربي فيها 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1. سألت ربي ألا يهلكنا لما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها، وسألت ربي ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. من مواقفه مع الصحابة إنه دخل على سيدنا عمر بن الخطاب فأجلسه عمر على متكئه، وقال عمر: ما على الأرض أحد أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد. فقال له خباب: من هو؟ قال: بلال. فقال خباب: ما هو بأحق مني، إن بلالا كان له من المشركين من يمنعه الله به، ولم يكن لي أحد يمنعني، ولقد رأيتني يوما أخذوني وأوقدوا علي النار، ووضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري. فكشف عمر عن ظهره فإذا خباب أصيب بالبرص، وأسلم على يد الخباب أيضا فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد وعمر بن الخطاب أيضا. وقد روى الخباب عن رسول الله أحاديث
وكان الخباب يعلم الناس الذين يكتمون إسلامهم القرآن بسبب إتقانه لدراسة القرآن. أما عن وفاته وقد توفى في الكوفة سنة 37 هجريا وعمره كان 73 سنة، وصلى عليه علي بن أبي طالب وقف عند قبره وقال: رحم الله خبابا فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا. ودي كانت قصة بطلنا النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.